بصوا الفيديو ده فيه مشكلتين. المشكله الاولانيه ان انا حرفيا مستخبي. انا عمري ما صورت في الوضعيه دي، بس مستخبي خايف حد يشوفني، لان لو حد شافني ماسك البتاعه دي وحلفت له 100 يمين ان انا ما بلعبش بيها، ده انا بصور فيديو علشان اوضح للناس مفهوم الجير بوكس او الفتيس او نقل الحركه، والله ما حد هيصدقني، هيقول لك ده لسع، هربت منه خلاص. الحاجه التانيه ان البتاعه دي اتفاجئت ان عيالي بيلعبوا بيها، فاخدتها منهم بصيت فيها لقيتها ان هي بتحاكي مفهوم الجير بوكس. يعني بتاخد السرعه البطيئه من الحركه، هنا انت بتحركها بايديك سرعه بطيئه بتحولها لسرعه كبيره جدا جدا، وده يعني مفهوم بسيط جدا لفكره الجير بوكس. هنروح على الفتيس او الجير بوكس، نديله الغير الاول زي ما انت شايف كده، هو قاري الغير الاول اهوت. بعد كده هنروح على عداد الار بي ام وهنثبته على 2، يعني باستمرار هتبقى العربيه ماشيه على ار بي ام 2، وهنشوف بقى الغير الاول هيدينا سرعه كام. ركز مع الار بي ام كده 2 اهو، هنثبت بقى على 2. طيب الغير الاول ادانا سرعه 20 تقريبا، خلاص هنروح بقى ندي العربيه الغير الثاني، قارت الثاني، وهنثبت الار بي ام تاني على 2. بص على ار بي ام كده بقى على 2، ادانا سرعه كام؟ ادانا سرعه 30. خلاص اهو تقريبا على 2 سرعه 30. طيب نستفيد ايه بقى من التجربه دي؟ نستفيد ببساطه يا جماعه ان الموتور مسؤول عن عدد لفات، ليه عدد لفات، خلاص، واللي بيترجم لنا عدد اللفات دي لسرعه هو مين؟ هو الجير بوكس. يبقى ده بيدينا عدد لفات، سواء بقى هو على الان على الدي، هو ملوش دعوه، هو كده كده ما بيديش غير عدد لفات، 1 2 3 4 زي ما انت شايف كده، هو ما بيديش غير عدد لفات. الجير بوكس بقى ياخد لنا عدد لفات يحولها لنا مين؟ لسرعات، فبالتالي المسؤول عن السرعات هو مين؟ هو الجير بوكس. اكيد طبعا بالتعاون مع الموتور، يعني ما هو مش هيجيب سرعات من نفسه، عشان في ناس برضو بتستغل اي كلام في التعليقات وتبتدي ان هي برضو ايه تدخل من المداخل دي، فانا بحاول اقفلها عليهم والله قدر الامكان. المهم يعني، فدي العلاقه بين الموتور والفتيس، ده بينتج عدد لفات وده يدينا مين؟ ده يدينا سرعات. زي ما شفنا كده البتاعه دي فعلا بتحاكي موضوع الجير بوكس، بتاخد عدد لفات المحرك من هنا لو افترضنا يعني، هذا عدد لفات المحرك البطيئه، وتحولها لسرعه اعلى او سرعات مختلفه بقى طبقا لنسبه كل سرعه. طبعا ده يعتبر جير بوكس من نسبه واحده، خلاص. فهو ده الوظيفه الاساسيه للجير بوكس، اللي هي تغيير السرعات. طيب ايه بقى فايده الجير بوكس؟ ببساطه شديده، محركات، هنتكلم على محركات البنزين التنفس الطبيعي كمثال عشان ما يبقاش الموضوع ملخبط. المحركات دي ليها صفه معينه، ايه هي بقى؟ ان هي بتدي القوه والعزم بتاعتها على ار بي ام عالي. طيب عاوزين حد يتحكم لنا في السرعات بحيث يزنق لنا المحرك على ار بي ام عالي علشان يديني اقصى قوه واقصى عزم لو انا عاوز اتسارع بقوه. مين يقدر يعمل كده؟ هو الجير بوكس. الجير بوكس هو اللي بيقدر يزنق الموتور على اقصى قوه وعزم، اللي هو على اقصى ار بي ام، خدت بالك، بحيث ان هو يعني يطلع منه اقصى قوه وعزم لو انا عاوز اتسارع. طب انا يا عم دلوقتي عاوز امشي بالراحه وامشي بشكل اقتصادي. محركات البنزين لما الار بي ام فيها بينخفض وتبقى عدد لفات المحرك قليله بتوفر بنزين جدا. يجي الجير بوكس عامل ايه؟ يجي مديك الغير الخامس او السادس لو انت ماشي على سرعه عاليه، فيخلي الار بي ام على 1.5 2 مثلا، فتبتدي العربيه تستهلك ايه؟ تستهلك وقود اقل. طيب بدون وجود الجير بوكس كنا هنعتمد فقط على لفات المحرك، او هنعمل مجموعه تروس بنسبه ثابته، كنت دايما عشان تجري تخلي الار بي ام على اعلى ايه؟ على اعلى سرعه. علشان كده دايما الجير بوكس اللي هو نسبه قليله، يعني مثلا اربع غيار، وكان زمان موجود الاوتوماتيك 3 غيار، كان لو انت ماشي على 120 كان يخلي الار بي ام عالي جدا. فاللي بيتحكم دايما في العدد لفات المحرك هو الجير بوكس عن طريق النسب بتاعته، خلاص. فدي اول نقطه. النقطة الثانية، محركات البنزين على سبيل المثال اللي هي حد أدنى من عدد اللفات. طيب مين اللي يعمل لنا سوفت شيفتنج بين سرعة العربية أو سرعة العجل اللي هو صفر وأقل عدد لفات للمحرك اللي هي 500 لفة؟ هو الجير بوكس. عن طريق الديسك والاسطوانة بيبتدي إن أنت تشيل رجلك من على الدبرياج سنة سنة، بيبتدي يحصل تحميل واحدة واحدة، تبتدي تنتقل سرعة العربية من الصفر لأقل سرعة لعدد لفات المحرك. وفي الأوتوماتيك اللي هو التورك كونفرتر أو محول العزم، هو برضه اللي بيقوم بنفس العملية. المواتير الكهرباء على سبيل المثال ما بتحتاجش الموضوع ده. ليه؟ لان مواتير الكهرباء عندها نقطتين. اول حاجه ان القوه والعزم بتوعها تقريبا ثابتين عند كل عدد لفات، فبالتالي مش محتاجه جير بوكس. طب النقطه الثانيه ايه كمان؟ انه بيقدر يوصل ل 10000 لفه بسهوله، على عكس محركات البنزين اللي يعتبر اخرها 6000 لفه. ولما بنرفع عدد لفات في محركات البنزين ده بيؤدي لاهتراء المحرك وزياده استهلاك الوقود. فمحركات الكهرباء بتوصل لعدد لفات كبيره بدون ايه؟ بدون ما يحصل
يعني مشكله كبيره زي محركات البنزين اللي بتحترق بشده من ارتفاع عدد لفات. محركات كهرباء برضو بيبقى لها ليها تروس، يعتبر لها جير بوكس ولكن بنسبه ثابته، جير بوكس ولكن بنسبه ثابته، على عكس محركات البنزين اللي بتحتاج تبديلات كتيره جدا جدا، غير اول وثاني وثالث ورابع، وطبعا ده بيضيف تكلفه اضافيه وبيضيف تفاصيل كتيره جدا. طيب من الحاجات برضو اللي انا مش عايز انساها، واحد يطلع يقول لك انت ليه استخدمت في التجربه مفتيس اوتوماتيك، جير بوكس اوتوماتيك، ما كنت تجيب جير بوكس مانوال؟ ده مش هيفرق في التجربه، لان ده العربيه دي الجير بوكس بتاعها اوتوماتيك اعتيادي، فهو برضو ليه نسب ثابته ومحدده، فهنقدر نوصل فكره من خلاله بدون اي مشكله، مش هيفرق خالص في التجربه بتاعتنا. اتمنى من الله ان اكون وفقت في ان انا اوصل لكم وجهه نظري، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. ما ننساش اللايك، ما ننساش الشير، ما ننساش التعليق، وما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه لو بتشوفونا على يوتيوب، فولو الصفحه لو بتشوفنا على فيسبوك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. السلام عليكم.